مساء الخير، مساء الجمال على احلى عيون بتشوفنا دلوقتي. النهارده بقى كان عندي كده في الفريزر طبعا الزبده بقالها شويه كده في التلاجة لان كان عندي سمنه، فانا مرضتش بقى ان انا اعملها دلوقتي. فانا قلت بقى ما بديهاش، هطلعها بقى من الفريزر عشان السمنه كان عندي خلصت. فقلت احولها لسمنه. طبعا الطريقه دي سهله جدا، بدل ما تكلفي نفسك تروحي تشتريها من بره وبتبقى غاليه. هاتي زبده وهيعمليها عندك ووفري فلوسك. انا كان عندي بقى 2 كيلو كده في قلب الفريزر، فقلت اما اطلعهم بقى واحولهم لسمنه. تدي ريحه للاكل كده وطعم جميل احلى من السمنه الهولندي 100 مره. هنا اهم حاجه في العمليه دي انت تحطيها على نار هاديه، مهم ان تكون النار هاديه. هنا اول بقى مساحه بقت بالشكل ده. انا جايبه لكم خطوه خطوه بالظبط، لان في ناس لسه طبعا بتبقى مبتدئه وبتبقى عايزه تسيح الزبده، فمبتبقاش عارفه بيبقى عامله ازاي وشكلها هيبقى عامل ازاي. فهنا اول بقى ما فكت كده كانت بالشكل ده. دي تاني مرحله. تاني مرحله بتبدا بقى البياض اللي انت شفتوه من فوق ده بيبقى بينزل تحت. يعني هي قعدت على النار كده في حدود مثلا زي ساعتين، ساعتين وربع كده. طبعا اهم حاجه ان التقليب برضو كل شويه تقلبي، يعني مثلا ربع ساعه وتروحي مقلبه كده. في الاخر بقى في اخر جزء ده اللي هي هنعوز نقلب فيها كل شويه. دي هنا بقى شايفين، دي قبل المرحله الاخيره. بتبدا تاني اللي هو نزل تحت بيطلع لفوق الوش، وبعد كده بقى بتفضلي تقلبي 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 لحد ما يبدا ان هو ينزل لتحت تاني. ده بيبقى يتحول بقى المرتة. بصوا انا هفضل اقلب، سايبه لكم الخطوات ماشيه كده، مش هوقف لكم الفيديو، لان انا مع التقليب كده ده اهم حاجه علشان ما تلزقش منك. انا مره سبتها على النار، كان ورايا حاجات تانية بعملها وكده وانشغلت عنها وسبتها، مرضيش ان انا اقلبها، ما عرفتش اطلع منها مرتة، لان المرتة كلها اتحرقت. لان طبعا انا بعملها في حله سلستين، وانت عارفين السلستين بقى الحاجه فيه بتتحرق بسرعه، فخساره المرتة اللي هتطلع منها ديت تتاكل. طبعا انا مبحطش الملح على الزبدة خالص، بحب ان انا اعملها كده من غير ملح. وبعد كده لما بتطلع المرتة هتشوفوا بقى معانا في الاخر انا هعمل فيها شايفين السمنة بدأت تبان تحت ازاي؟ الوش ده كله هينزل تحت هيتحول لمرتة. اول ما قلبت ما بدأت تيجي في الاخر كده ولقيت ان الوش بدأ يظهر لفوق كده، فانا قلت لازم بقى افضل اقلب فيها علشان اعرف ان انا استفاد من المرتة. وكل ما بتقلبي كده كل لما الوش ده بينزل لتحت. شايفين بقى نزل كله لتحت ازاي؟ كله نزل في القعر تحت. هفضل بقى اقلب كده لحد المرتة ما تحمر معايا والاقيها بقت لونها ذهبي كده. هي حاليا بيضة. وبدل ما تكلفي نفسك وتجيبيها جاهزة، تعملي الحاجة بايدك كده، حتى هتبقي مبسوطة كده وفرحانة ان انت عملتي حاجة. كفاية الرضا النفس كده، ان انا لما بعمل الحاجة كده بايديا ببقى فرحانة ومبسوطة. معلش بقى طولت عليكم في الفيديو، بس لازم انا امشي معاكم خطوه بخطوه علشان في ناس بتقلق. بيبقى اول مره مش عارفين اللبن بيبقى شكله عامل ازاي، بتبقى المراحل بتاعتها شكلها عامل ازاي. هنا بقى كده خلاص شايفين احمرت الزين، خدت اللون الذهبي المرتة، ومفيش حاجه لازقه في القعر زي ما انتوا شايفين عشان فضلت ان انا اقلب فيه. هنا بقى خلاص كده طفينا عليها.
هبدأ بقى، جبت مصفى كده، بس ما تحطيش طبعا في مصفى بلاستيك، لازم تكون مصفى سليستين. لو عايزة تعملي في مصفى بلاستيك يبقى تستني عليها خالص لحد ما تهدى وتبرد، عشان طبعا انتوا عارفين ان السخونية غلط على البلاستيك، ومؤذية لصحة البني ادم. فهنا بقى، هنا فضيتها بقى كلها، شايفين المرتة بقى. هي ما طلعتش مرتة كتير اصلا، هي طلعت مرتة حاجة بسيطة. هنا بقى هفضيها في طبق، اروح بقى جايبة شوية ملح كده، الحدق اللي انت حباه بقى. في ناس بتحب الحاجة حادقة، وفي ناس بتحب الحاجة يعني عادبة، فانتي حطي الملح اللي انت عايزاه. هو طبق صغنون كده مرتة، بس بتبقى طعمها جميل. بقلبها في المرتة وهي سخنة كده، كده الملح بايه بيسيح. هنا كده المرتة خلاص كده جهزت معانا، وهنسيبهم بقى لحد ما يبردوا. بعد كده بقى اول ما بردت خالص، سبتها بقى لحد ما بردت خالص خالص، لان انا حطاها في بلاستيك. فغلط طبعا ان انت تحطي اي حاجة سخنة في بلاستيك، تسيح على طول، وغير كده مبتبقاش صحية. شايفين عامل الكمية قد ايه؟ ما شاء الله، اللهم بارك. الكمية دي بتقعد عندي فترة طويلة، وبتخلي بقى ريحة الاكل جميل جدا. في احلى من السمنة الفلاحي؟ شايفين الكمية قد ايه؟ دي بقى المرتة بعد ما نشفت. هنغطيهم بقى ونحطهم في الفريزر علشان يجمدوا. وهنا طبعا تاني يوم بقى لما جمدت، شايفين منظر السمنة عاملة زي مرملة مرملة، وريحتها جميلة جدا، تخلي ريحة الاكل كده يلعلع. شايفين بتتقطع بسهولة جدا يعني، مرملة على الاخر. هنا بقى كنت عاملة شوية كشري، قلت بقى ازقيهم كده بايه، معلقتين سمنة كده حلوين، علشان يخلوا ريحة الكشري بقى جميلة كده. لو عجبكم الفيديو بقى منسوش تدعمونا بلايك وشير، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد في اي حاجة بننزلها انا واختي. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، باي.